طب وهنفضل كده لحد امتى والله؟ يعني انا زنقك في ال 18 بتاعك، واكلك علقه بنت كلب، وعمال الطش فيك، وهجمه من هنا وهجمه من هنا واضيع، وانت ما شطتش كوره على الجون، واليسون متحول، واخسر في الاخر على ارضي. اما لما اروح الانفيلد هيحصل فيها ايه؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله، والله العظيم ما مصدق. انا لحد دلوقتي اقسم بالله العظيم ما مصدق ان انا خسرت. انا خسرت الماتش ده ازاي؟ مفيش ثنائيه خسرتها الا واحده دخل منها جون. يا جدعان كتير والله العظيم كده. انا هفضل لحد امتى حظي نحس للدرجه دي؟ السنه اللي فاتت دورتموند جاب 43 كره في العارضه. السنه دي اليسون مش انسان، بيشيل اي حاجه بتيجي قدامه. طب انا هكسب امتى بقى؟ يعني انا احسن في الماتش من دقيقه 1 لحد الدقيقه 99. مفيش برضه، مفيش ملط، خرا، حاجه تقرف. وهروح الانفيلد طبعا هيتدس على وش الملعب ضيق بقى، وهتلاقي فاهم كلاحه وسخافه. وليفربول اصلا كان ما عندوش مشكله انه يطلع متعادل. يعني طب الف مبروك لليفربول، عدوا مننا خلاص، الموضوع خلص. يتقابلوا مع ريال مدريد، ربنا يسهل نشوف الماتش ده يعني استمتع خلاص. والحمد لله اخيرا برشلونه كسب، فدي او حاجه على الاقل عدلت يومي يعني. الحمد لله، سلام سلام.